أيها الإخوة الأحباب، اليوم يوم التروية، وغدا أعظم أيام العام على الإطلاق، ألا وهو يوم عرفة الذي تتجهز فيه الأرض والسماء. يوم عرفة هو أعظم أيام العام أيها الإخوة الأحباب، وبدأت التساؤلات في خوف ورجاء من كثير من الإخوة والأخوات: ماذا لو لم نتمكن من أداء منسك من مناسك الحج أو جميعها؟ ماذا لو لم نتمكن من أداء جميع المناسك؟ هذا السؤال بدأ يتردد على الألسنة لكثير من المشايخ، وبدأوا يسألون ماذا لو حدث هذا؟ أيضيع منا الحج؟ وجئت إليكم أيها الإخوة الأحباب وكل اعتماد على الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى الإجابة إلى هذا التساؤل حتى نزيل المخاوف من القلوب. وإجابة هذا السؤال أيها الإخوة الأحباب بعد أن توحدوا الله وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم في شقين. الشق الأول أيها الإخوة الأحباب ألا وهو النية. وقد عقدتم النية على أداء فريضة الحج، وكما تعلمون أيها الأفاضل أن النية أسرع من العمل، فهي تسبقه. النية تسبق العمل، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة، من هم أي من نوى، من هم بحسنة ولم يفعلها لأي سبب من الأسباب، لأي عارض من العوارض، ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها إن وفق إلى فعلها كتبت له 10. فصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يطمئن القلوب صلوات ربي وسلامه عليه. طب القلوب ودواؤها هو حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعافية الأبدان وشفاؤها. من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له 10. وهذا من كرم المولى سبحانه وتعالى. فطالما أنك نويت أخي الحبيب فاعلم أنما الأعمال بالنيات، كما جاء من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو المخرج الأول أيها الإخوة الأحباب الذي يطمئن القلوب وتستريح به الأذهان. والمخرج الثاني أيها الكرام أننا تعلمنا من هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا إذا نوينا الحج فإن النية محلها القلب كما قلنا، ولكن التلفظ بها مستحبا. التلفظ بالنية مستحب، فحينما تتلفظ بالنية وتقول: لبيك اللهم حجة عن نفسي أو عن أبي أو عن فلان أو فلان ممن تريد أن تحج عنه إذا لم تكن الحجة عن نفسك، لبيك اللهم حجة عن نفسي، تزيد عليها: فإن حبسني حابس فمحلي حيثما حبستني. فإن حبسني حابس فمحلي حيثما حبستني. وهذا هو الشرط. وقد قال علماؤنا الأجلاء: من لم يشترط عند التلفظ بالنية، من لم يشترط
عند التلفظ بالنية عند أداء العمرة أو الحج ووقع منه أو سقط منه منسكا أو عدة مناسك فعليه قضاء هذه المناسك، وإلا فعمرته غير مكتملة وحجه غير مكتمل، بمعنى أنه يكون غير صحيح. أما إن اشترط هذا الشرط أيها الإخوة الأحباب فهو إن حبس، والحوابس كثيرة، الحوابس كثيرة منها المرض، عافانا الله وإياكم. اليوم نستعد للوقوف على عرفات غدا، فإذا شاءت إرادة المولى سبحانه وتعالى لأحد بمرض فنقل إلى المستشفى ليعالج ولم يتمكن من الخروج منها حتى يؤدي الوقوف بعرفات أو بقية المناسك، فإن كان قد اشترط هذا الشرط فهو بإذن الله سبحانه وتعالى قد حصل على الأجر بإذن الله. وتعالوا بنا أيها الإخوة الأحباب لنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 8 الهجري لما نوى العمرة، وقد كان في المدينة فساق أمامه الهدي ومعه الصحبة الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يدخل إلى مكة مكث في الحديبية، لأنه كانت بينه وبين قريش كما تعلمون عداوات كثيرة وحروب حربا تلو الأخرى. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن وقتها ينوي حربا، بل جاء لزيارة البيت وللطواف والسعي ولذبح الهدي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل إليهم أن يأذنوا له ومن معه بالدخول، فلم تأذن قريش، وظل التفاوض ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قريش، يرسل رسولا ثم آخر ثم آخر. وفي نهاية الأمر أيها الإخوة الأحباب ماذا حدث؟ كان التفاوض بينهم بعقد هذا الصلح، صلح الحديبية، وكان أول شرط له أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعتمر هذا العام، على أن يعود في العام المقبل. فماذا كان من رسول الله؟ وهذا درسا مستفادا، ولم أعي هذا الدرس أيها الإخوة الأحباب إلا هنا في هذا العام بعد عمري هذا، لم أعي هذا الدرس ولم أفطن له إلا بعد التجربة العملية التي نعيشها. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر الصحابة الذين كانوا قد نووا أن يعتمروا، أمرهم أن يحلقوا ويذبحوا ما معهم من هدي، فرفضوا أن يفعلوا ذلك، ليس معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن شوقا إلى البيت، شوقا إلى أداء مناسك العمرة. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل خيمته وأخبر زوجته السيدة أم سلمة وقال لها: يا أم سلمة هلك الناس. فقالت: وفيما هلاكهم يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لم يطيعوا أمر نبيهم، وأخبرها بالخبر. فجاءت هذه المرأة الحكيمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بالمشورة، والمشورة تعلمنا أننا يمكننا أن نأخذ بمشورة زوجاتنا، خاصة إذا كان لديهم عقل راجح في أمور الحياة. فأشارت عليه وقالت: اخرج يا رسول الله أنت وابدأ فاحلق وانحر، فإن رأوك فعلت فعلوا.
فإن رأوك فعلت فعلوا. فماذا كان من رسول الله؟ كان منه أن خرج واستدعى وأمر بالحلاق أن يحلق له، ثم ذبح هديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة مسرعين تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق من غير أن يطوف بالبيت، ومن غير أن يسعى بين الصفا والمروة، ومن غير أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، يعني لم يؤدي مناسك العمرة، ومع ذلك حلق وذبح. وهذه هي الإشارة أيها الإخوة الأحباب لمن لم يقدر له المولى سبحانه وتعالى وحدث له عارض خارج عن إرادته، فهذه تريح القلوب. هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتعلم هذا الدعاء أو هذا الشرط: لبيك اللهم حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيثما حبستني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وسيد الخلق أجمعين محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الأحباب، في يوم التروية هذا علينا أن نحفظ هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثر منه، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم في هذا اليوم أصلح حالنا وقوي إيماننا. اللهم أصلح حالنا وقوي إيماننا وأسعد حياتنا وحقق ما في قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارو قلوبنا جبرا وفرحا. اللهم ارو قلوبنا جبرا وفرحا. وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة الأحباب ما نقوله في هذا اليوم، يوم التروية. وغدا بإذن الله حينما نقف على عرفات علينا أن نحقق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان فعله في هذا اليوم الأكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى. وقال: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. فعليك أخي الحبيب أن تكثر من هذا الدعاء في هذا اليوم، ثم تدعو لنفسك وتدعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتدعو لأبنائك وتدعو لزوجتك وتدعو لأبيك وأمك وتدعو لكل من أوصاك بالدعاء. ولا تفتر في هذا اليوم أخي الحبيب عن الدعاء، لأن الدعاء في هذا اليوم يرجى له القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. الدعاء في هذا اليوم إن شاء الله مقبول، فلا تبخل لا على نفسك ولا على ذويك ولا على أقاربك ولا على عائلتك بالدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا حجنا. اللهم تقبل منا حجنا يا رب العالمين. فإن حبسنا حابس فمحلنا حيثما